أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقاء جديد يتجدد أسبوعيا وأمم أمثالكم. النهاردة إن شاء الله تخيلنا لكم مجموعة من الفقرات والأخبار اللي نرجو أنها تحظى على إعجابكم، وبنستكمل النهاردة معاكم من خلال حلقتنا الحوار عن الحمام الزاجل اللي كنا اتكلمنا عنه في حلقة سابقة، والحقيقة كان هناك المزيد من المعلومات اللي احنا لم نستطع أو ندركها من خلال لقائنا الأول. وكما تعودنا نبدأ بالأخبار. كوريا الجنوبية تقر قانونا يحظر تجارة لحوم الكلاب. باحثون صينيون يطورون تكنولوجيات تساعد في تفسير السلوك الاجتماعي للحيوانات. ودلوقتي أعزائي المشاهدين ده ميعادنا مع فقرتنا التسجيلية، وبيعقبها إن شاء الله فقرتنا الرئيسية اللي بنستكمل فيها الحوار عن الحمام الزاجل. لعب الحمام الزاجل دورا هاما في العديد من الأحداث التاريخية، مثل حصار باريس خلال الحرب الفرنسية عام 1870. ساهم في نقل الأخبار العاجلة خلال الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث كان يمثل وسيلة تواصل موثوقة في ظل انقطاع خطوط الهاتف والتلغراف. على الرغم من تطور تقنيات الاتصال الحديثة، إلا أن الحمام الزاجل لا يزال يستخدم في بعض الدول مثل الهند، جنوب إفريقيا، لنقل الرسائل في المناطق النائية. تقام سباقات الحمام الزاجل في العديد من دول العالم، حيث يعد هواية يمارسها الكثيرون. وفي النهاية يمثل الحمام الزاجل رمزاً للتواصل عبر التاريخ، حاملاً رسائل الأنباء والانتصارات والأخبار العاجلة، ولعب دوراً هاماً في العديد من الأحداث التاريخية، وساهم أيضاً في إنقاذ العديد من الأرواح. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، والنهاردة فقرتنا الرئيسية كما نوهت في المقدمة بنستكمل فيها الحوار عن طائر الحمام الزاجل. وفي حلقتنا السابقة اللي كنا اتكلمنا فيها عن الحمام الزاجل الحقيقة تعرفنا على مجموعة من المعلومات هي كلها جديدة، ولم نشبع أنفسنا بالقدر الكافي من معرفة هذا الطائر الجميل صاحب الخصوصية الشديدة. والنهاردة هنستكمل الحوار ونستكمل هذه المعلومات معاكم ومع المهندس ياسر الخوانكي المتخصص في تربية الحمام الزاجل. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك. في حلقتنا السابقة الحقيقة كنا تعرضنا لمعلومات عن الحمام الزاجل، تربيته، انتقائه علشان يكون مؤهل ان هو يكون حمام زاجل اولا ويكون قادر على دخول السباقات، وحضرتك بينت الفروقات ما بين الانواع. بس عايزين بقى نستكمل الحوار ونعرف خصائص اخرى. احنا اخر حاجه كنا اتكلمنا فيها هي قدره الحمام على الطيران للمسافات، وحضرتك قلت انه في انواع بتطير حتى 250 كيلو في اليوم، وبعضها ما بينزلش، يعني هو يجيب أقصى مسافة، ولو المربي عرضه أنه حطه في مسافة أبعد من كده بتنتهي هذه الرحلة بموت فرد الحمام. ولكن في أنواع أخرى عندها قدرة ينزل، يستريح، يأكل، يشرب عشان يستكمل الرحلة. صحيح الكلام ده. احنا بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ الحلقة دي، نستكمل اللي احنا قلناه في الحلقة الماضية. الحمام احنا بننتخب منه سلالات من الحمام الزاجل، كلهم بينطبق عليهم نفس
نفس الفصيل، لكن بننتخب منه انتخابات. يعني فرد في نوع من الحمام او فصائل من الحمام الزاجل تقدر تطير لحد 1700 كيلو. مش لازم يطيرهم في يوم واحد، ممكن يطيرهم في عدة ايام، يوم او 2 او 3. ممكن هو مؤهل نفسيا وبدنيا وعقليا ان هو يقدر ينزل على الارض ياكل ويشرب وينتقي مكان امن ليه يقدر يستريح فيه لو هو تعب، او في عوامل جويه لان هو بيطير من دوله لدوله. يعني في حمام بيدور حوالين تلت الكره الارضيه، فممكن يعدي على دولة كان فيها فصل الصيف ويروح دولة تانية يبقى فيها فصل الشتاء وتلج. فلازم يبقى الطائر مؤهل ان هو يقدر يعيش مع كل الظروف، يقدر يعني يتأقلم مع الأجواء بسرعة، فورمته الرياضية ما تنزلش من الحرارة والبرودة. فالسلالة دي بينتقيها المربي على مر الأجيال، فبيطلع الحمام دوت أهاليه وسلالته متخصصة في المسافات الطويلة أو المسافات البعيدة. لكن ده أيضا بيحتاج لتدريب، يعني مش طبعا. مجرد أنه هو من هذه السلالة فجأة يكون مؤهل أنه يطير 1700 كيلو. لا، هو كل الحمام بيتدرب تدريب واحد، لكن القدرات اللي انا بره القدرات دي، يعني انا بس باهله لياقه بدنيه، برفع لياقته البدنيه ان انا اوديه مسافه 100 كيلو 200 كيلو. ما اقدرش اخده اسفره 1300 كيلو واطيره وادربه على ان هو يطير 1300 كيلو. هو بيروح ال 1300 كيلو دول اول مره في حياته او تاني مره في حياته، وبيقدر ان هو يجتازهم ويقدر يحدد المسافة بتاعته بمنتهى الدقة من المسافة دي، لأن هو لو حدد غلط وطار غلط ده هيكلفه حياته. يعني لو فرق مثلا في تحديد اللوكيشن بتاعه متر واحد أو أقل من متر مع طول المسافة، هيروح دولة تانية. يعني كأن مثلا أطلقنا مقذوف طلقة مثلا أو صاروخ موجه أو أي كانت حاجة طلعت من لوكيشن للوكيشن آخر، لو فرقت التصويب ده بضع سنتيمترات مع طول المسافة هيفقد الهدف بتاعه، مش هيقدر يوصل للهدف بتاعه. فهو بيقدر يحدد المسافة، يقدر يحدد المسافة ويقدر يحدد دقة الاتجاه اللي يقدر يطير فيه مع تغيير الاتجاه وهو طاير. يعني فرد الحمام بيتعرض للرياح فبيبدأ يدور حوالين الرياح دي، فبيبدأ يفقد التحديد بتاع الاتجاه بتاعه ويبدأ يحدد من جديد أدق طريق يقدر يوصله. تعرض لمطر، نزل ونام في الليل، يقدر يطير تاني ويقدر يرجع ليحدد المكان بتاعه. الهواء حدفه يمين او شمال او في ظهره او في وشه، غير اتجاهه اللي هو كان متصوب عليه، يبدأ يحدد من جديد الاتجاه بتاعه تاني من جديد، ويقدر يعني يدير دفة الطيران زي اللي بيدير دفة الطيران في البحر بالظبط. يقدر يوجه نفسه ناحية اللوكيشن بتاع بيته ويقدر يوصل لحد هدفه بسلام وأمان. هل جزء من تأهيل الحمام الزاجل، حضرتك قلت بيؤهل بدنيا وبيؤهل عقليا، هل جزء من التأهيل بيكون نوعية التغذية ولا كل الحمام تغذيته نوع واحد؟ لا طبعا، تغذية الحمام مختلف. العناصر اللي بياخدها فرد الحمام في المسافات القصيرة هو بيفقد الكربوهيدرات الأول، فهو محتاج ان هو يبقى اكله فيه زيادة في الكربوهيدرات علشان هو محتاجها يحرقها في المسافات القصيرة. المسافات الطويلة لازم يخزن دهون، لان هو هيحرق الكربوهيدرات دي في اول مسافة وهو طاير، وبعدين يبدأ جسمه يحرق دهون قبل ما يحرق عضلات. فهو لازم ان المربي الحمام لو هو هيبعت الطائر لمسافة لازم يكون الطائر مؤهل جسمانيا للمسافة دي. يعني هو بيحمل
الغذاء والحاجات اللي جسمه هيقدر يتغذى عليها او يستفيد منها في المسافه اللي هيطيرها، لا زياده ولا نقصان. طب اسمح لنا مهندس ياسر، واسمحوا لنا اعزائي المشاهدين ان احنا نتوقف الان مع فقره هل تعلم، ونعود ونستكمل الحوار. هل تعلم؟ الحمام الزاجل يتمتع بقدرات خاصة وقد لعب دورا مهما في حياة الإنسان منذ القدم. يمكن للحمام الزاجل أن يطير لمسافات طويلة دون توقف. يمكن تربية الحمام الزاجل في أقفاص، ويحتاج الحمام الزاجل إلى الطعام والماء والرعاية المناسبة. يمتلك الحمام الزاجل قدرة فائقة على تحديد الاتجاهات، حيث يستخدم حاسة البصر وحاستي الشم والتذوق. إن لون عيون الحمام الزاجل تتميز بأنها ذات لون أحمر أو قد يكون بها هالة بيضاء. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين ونستكمل حوارنا عن الحمام الزاجل، وبنتكلم عن السباقات وكيف بتحتسب وكيف يؤهل طائر الحمام الزاجل. عايزين نتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن موضوع السباقات وازاي بيتحدد وكيف يتم الاختيار ومين الدول اللي عندها ريادة في هذه المسألة. طبعا الموضوع السباقات بيبدأ من انتخاب السلالات اللي هي بتبقى متخصصة في المسافة اللي أنا عاوز أسابق فيها. يعني المربي الحمام عنده الثلاث اختيارات اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم المسافة القصيرة اللي هي بتبدأ لحد 300 كيلو، من أول 100 لحد 300 كيلو، ومن 300 ل 500 أو 600 كيلو بتبدأ مسافات وسط أو 700 كمان، حسب الدولة مساحة الدولة ونقدر نحرك السباق لحد فين. وفي سباقات ماراثونية بتوصل من 700 لحد 1300 أو 1600 على حسب الدولة اللي بينطلق منها الحمام. طب أنا عايزة أعرف دلوقتي الفرد الحمام ده اتولد هنا جميل عند حضرتك، تمام، وخلاص ذاكرته اتحددت ان ده وطني، الحيز الجغرافي وده وطني وده مكاني وده اللوفت بتاعي وكل هذه مسألة. أنا بعرفه المكان التاني إزاي اللي هو المفروض إن هو يروح له؟ أنا ما بعرفوش المكان التاني. احنا دلوقتي هنتفق ان فرد الحمام ما بيعرفش غير مكانه بس. اي مكان تاني بينطلق منه هو بيرجع لمكانه، اللوكيشن اللي هو اتولد فيه اللي هو موطنه. فاحنا ما بنعرفوش اصلا اي مكان تاني خالص ولا بيشوفه قبل كده. يعني هو بيخرج من بيته يركب عربية مغلقة مخصصة لنقل الحمام وللسباقات، بيبدأ يوصل يسافر المسافة اللي انتوا عايزين تحتاجوها ايا كانت المسافة، شرق او غرب، ممكن في اتجاه قبلي من لحد اسوان، ودي السباقات اللي بتبقى ماراثونية، الحمام بيطير عكس اتجاه الهواء في وشه، فبيبدأ الحمام يقاوم الطيار لحد ما يوصل لبيته. في ناس بتظن ان فرد الحمام انا بقول له يوصل لحضرتك الرساله في البيت الفلاني او في المكان الفلاني او في المدينه الفلانيه، ففرد الحمام بيطير من مدينه يروح المدينه الثانيه يوصل لها رساله، ودي كلام مش مظبوط. اللي كان بيتم اصلا في نقل الرسائل ان في محطات للمراسلات على بر الدول، مثلا محطة مثلا في مدينة معينة تنتقل لمدينة معينة وتنتقل لمدينة معينة وهكذا. كل حمام بيتبدل من نقطة لنقطة. يعني احنا مثلا لو قلنا ان في لوكيشن في القاهرة وفي لوكيشن تاني مثلا في بورسعيد، وانا عاوز ابعت رسالة بورسعيد، ابعت رسالة بورسعيد ازاي؟ هجيب فرد حمام خاص بالبوسطة بتاعة بورسعيد، اخده احط فيه الرساله بتاعه بورسعيد وطيره فيرجع لبيته اللي هو في بورسعيد، اللي هو في بورسعيد، اللي هو فيه نقطه الايه تربيته، ان هو نشأ ده وطنه، فبيوصل لهناك. فانا اللي بيستقبل الرساله او البوسطجي بياخد الرساله من فرد الحمام وبيعرف ان دي الرساله دي جايه من القاهره، فبيجيب الحمامه اللي هي بتاعه المدينه القاهره ويبدا يحط فيها رد الرساله عشان هو فرد الحمام راجع لموطنه الاصلي، يرجع لموطنه وبيته الاصلي، فيحصل تبادل بين الرسائل. لكن الحمام ده
لازم يكون موجود هناك، يعني حمام القاهرة يكون موجود في بورسعيد، وحمام بورسعيد موجود في القاهرة، علشان يحصل تبادل بين الرسائل. مش انا بقول لفرد الحمام روح بورسعيد ووصل الرسالة لفلان. فرد الحمام بينطلق من اي مكان على الكرة الارضية يرجع لمكانه. يعني في حرب الكويت فرد حمام طار من الكويت رجع تشيكوسلوفاكيا حوالي 5000 كيلو، رجع بيته تاني على مدى بقى يعني وقت عدى عليه وقت طويل، لكن قدر. وكان عدى عليه مثلا يعني هم شاريينه من هناك وكانوا بيفرخوه بيتكاثر في الكويت، وخرج طلع من اللوفت بتاعه، قدر يرجع لموطنه تشيكوسلوفاكيا بعد على مسافه 5000 كيلو بين موطنه ده والموطن اللي هو كان موجود فيه، وقدر ان هو يرجع لبيته تاني بلوكيشن وعدى عليه سنين. يعني فرد الحمام عمره مثلا بيبقى حوالي 10 12 سنه، ده اللي هو يقدر يعني يؤدي فيه اداء. ده اقصى عمر يوصله فرد الحمام؟ لا، ممكن يعدي المسافه الوقت دوت، يعني ممكن يبقى 15 20 سنه، بس قليل يعني اللي يعدي الوقت ده. لكن احنا بنقول القدرات اللي يقدر فيها فرد الحمام يطير مسافه طويله، هي ده العمر اللي يقدر يطير فيه. اكبر من كده هيبقى طبعا يعني سنه كبير بالنسبه ليه. يقدر يطير يرجع مثلا 200 كيلو 100 كيلو 150 كيلو، اكتر من كده هيبقى طبعا اجهاد عليه، صعب بالنسبه له. طب اسمح لنا حضرتك، اسمحوا لنا اعزائي المشاهدين نتوقف الان مع فقره كائنات لطيفه ونعود بنستكمل الحوار. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بنستكمل الحوار عن الحمام الزاجل ومرحله السباقات والمسافات اللي يستطيع فرد الحمام ان هو يطيرها والاعمار المناسبه لهذه النوعيه من السباقات. كيف تدار مساله السباقات في مصر؟ طبعا السباقات في مصر بتتم عبر الاتحاد المصري للحمام الزاجل، اللي هو تابع للشباب والرياضه. ده المسؤول يعني الاول عن اداره السباقات، غير ان كل محافظة فيها فرع من فروع الاتحاد او فروع خاصة تبع جمعيات اهلية او نوادي بتجمع مربين وهواة الحمام الزاجل، وبتقدر تدير بينهم وبين بعض سباقات الحمام الزاجل. بيتجمع في كل محافظة الهواة. لو السباق عن طريق الاتحاد بيجمع المحافظات وبيعمل يا اما اداره سباقات خاصه بالمحافظه، كل محافظه بتدير السباقات بتاعتها ان كان وجه بحري او وجه قبلي، او لو بطوله جمهوريه بيجمع المحافظات وبيعمل بينهم سباقات كبيره مجمعه، اما برضو في الوجه القبلي او في الوجه البحري، وهو اللي بيقدر يدير السباقات. او النوادي الخاصه اللي هي بتدير كل مدينة أو كل محافظة في جمهورية مصر العربية بتدير السباقات بتاعتها. الهواة دول الأوروبيين أو العرب أو الأجانب بيقدروا ينتخبوا ويختبروا الطيور بتاعتهم بشكل أعدل شوية من إن هم يكون في لفتات مختلفة. ممكن الهواء يرمي شوية يمين شوية شمال فيساعد الحمام بتاع اللفت اللي في محافظة تانية على ويظلم الحمام اللي جاي في مكان تاني، فده يكون الهواء في ظهره، ويكون الحمام اللي مروح مثلا في اتجاه تاني يكون الهواء في جنبه او الهواء في وشه فيأخر الحمام، فيكون المحافظة التانية دي كسبت عن المحافظة التانية بمساعدة التيار الهواء. اما في النقاط المشتركة كل الحمام طاير، كل الحمام بيروح في اتجاه واحد، فالفرد الحمام اللي عنده سرعة وبديهيا ولياقة عالية ويقدر ان هو يحدد مسافته بأقصر مسافة وما يلتزمش بالقطيع عشان يمشي، لان الحمام فريسة فدايما بيلتزم بالقطيع زي الاسماك، يعيش في اسراب فيمشي في اسراب.
لكن فرد الحمام اللي بيمتاز بالسرعه وبيمتاز عنده حس ان هو يقدر يعتمد على نفسه، بيقطع من القطيع ويمشي لوحده وما يلتزمش بسرعه القطيع، ويقدر ان هو يوصل قبل القطيع على الاقل في 10 ثواني او دقيقه او نص دقيقه، بيوصل يسجل دخول قبل ما القطيع يجي. كل الحمام بقى جاي وراه، خلاص هو الحمامه اللي قدرت انها تخرج من القطيع وتتغلب على الصفات بتاعتها، اللي هي الصفات ان هي فريسه وخايفه ان هي تمشي لوحدها، فبتمشي في وسط القطيع عشان تحتمي بيه. لكن فرد الحمام ده جراءته وسرعته وتأهيله النفسي والبدني خلاه ان هو يسيب القطيع ويمشي لوحده، فقدر ان هو يوصل قبل القطيع. بعتقد انه ما فيش تعداد لأعداد الحمام، ولا صعب المسألة؟ تعداد في المحافظة في مصر عامة؟ لا، ملايين طبعا. ملايين طبعا، صعب. لكن ملايين الحمام. ايوه. لكن كل محافظة فيها ما لا يقل مثلا عن 10,000 فرد حمام. ده نادي، كل نادي في مثلا اللي هو الحمام مسجل وعنده الرقم والشفرة بتاعته ولابس الحلقة اللي عليها يعني بيتخطى الآلاف. وبعدين على مدى السنين، يعني احنا بنتكلم بس في الجيل اللي هو بتاع السنة اللي بتسابق مثلا 23 أو 24 يتخطى 100,000. طب احنا نرجع 10 سنين ورا، كل الحمام ده موجود في لوفتات، وفي بيسابق يعني كذا سنة، يعني في فرد حمام بيسابق 5-6 سنين بيفضل يسابق. والمسافات الطويلة بيحتاج ان فرد الحمام يكون سنه اكبر. يعني دايما الفروخ الصغيرة بتاعت السنة ما بيتخطاش، حتى لو هو من الجنس اللي هو يقدر يطير مسافات بعيدة، ما بيقدرش المربي ان هو يوديه مسافة بعيدة، لان هو لسه ما بلغش، فهو لسه يعني لسه فرخ صغير، فبيقدر يخليه يتعود الاول على المسافات القصيرة. الحقيقة احنا سعدنا من خلال الحلقة السابقة والحلقة دي بكل المعلومات اللي حضرتك تفضلت بيها عن الحمام الزاجل، واعتقد ان يمكن كثير من مشاهدينا ما كانش عندهم يعني المام بكل هذه التفاصيل الشيقة جدا، واللي هتخلينا دائما يعني نكرر ونعيد لما نقول سبحان الخلاق العظيم. في ختام لقائي اسمحوا لي أن أشكر المهندس ياسر الخوانكي المتخصص والخبير في تربية الحمام الزاجل. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا النهارده. أعزائي المشاهدين، دلوقتي ده ميعادنا مع لقطة الأسبوع. أعزائي المشاهدين، ونكون دلوقتي وصلنا لختام حلقتنا النهارده. نرجو ان احنا نكون وفقنا في اختياراتنا اللي استعرضناها معاكم النهارده عن عالم الحيوان، وخصوصا عالم الطيور المتفرد بخصوصيته الشديده. ان شاء الله لنا لقاء الاسبوع القادم، حتى ذلك الحين لكم سلام الله ورحمته وبركاته.